السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله لكم فيديو جديد. هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله الجاتو بالشوكولاتة. طريقته سهلة قوي وحلو وما شاء الله اقتصادي وجميل. معايا هنا بقى كده الخلاط، حطيت فيه كوباية من السكر، نص كوباية كاكاو، كوباية لبن. طبعا هسيب الربع واخد كوباية الا ربع بس. طبعا انا كملت بالمضرب الكهرباء، اضربهم كده كويس قوي. ومعايا الزيت هنا بقى انزل بيه سرسوب. بعد ما ضربت الخليط كويس قوي انزل بالزيت بقى كده سرسوب لغايه ما يتقل معايا. الزيت كان قد كوبايه زيت. هتشوفوا بقى القوام بتاعه دلوقتي. كده مقدار الزيت كله كده كوبايه. ماشي، اضرب بقى شويه كده لغايه ما الاقي القوام تقيل معايا. كده اشيل بقى المضرب. خلاص كده تمام قوي. شايفين ما شاء الله قوامه حلو ازاي. ده صوص جميل جدا بصراحه، والطعم حكايه. طبعا ده هناخد منه كوبايه الا ربع علشان نحطها على الجاتو من بره، يبقى الجناش بتاع الجاتو. خدت كده مقدار كوبايه الا ربع. اعينهم بقى كده في التلاجة. معايا باقي الخليط بقى. معايا 2 من البيض، نحطهم كده والمضرب شغال. معايا كيس من الفانيليا. بقية المقادير بقى كده كلها على بعضها. حطيت كمان ربع كوباية لبن اللي كنا سايبينها من باقي الكوباية. ضربتهم كده كويس قوي وبنخل بقى الدقيق معايا هنا كام كوباية من الدقيق. طبعا لازم يتنخل كويس قوي. نحط بقى عليه رشة من الملح وكمان كيس كيك شيف. كله مع بعض كده بالشكل ده. اضرب بقى بالمضرب كده. طبعا بالراحة كده علشان الدقيق ما يطرش مني. اضربه بقى كده كويس. اجي في الاخر كده بقى واحط معلقة كبيرة من الخل. ونكمل ضرب بالشكل ده كده. كده خلاص خلصت ضرب بالمضرب. هشيله بقى ونجيب بقى الصينية بتاعتنا تكون مدهونة. تدهنوها بقى اي مادة دهنية كده، زيت او سمنة، ونحط فيها خليط الكيك اللي احنا عملناه. مقاس الصينية 28 في 18.
هدخلها بقى كده ايه معايا. طبعا الفرن يكون سخن على درجة حرارة 180 درجة، على الرف اللي في النص طبعا. تمام بقى بالشكل ده كده. خلاص حطيناه في الفرن. معايا هنا بقى كريم شانتيه، ومعايا ميه مثلجه، اي كميه بقى انتوا حابينها، يعني الجاتوه ما بياخدش كتير يعني ان شاء الله. نضربه كده كويس اوي بالمضرب لغايه ما تلاقوا القوام بتاعه حلو. نضرب بقى كده كويس. بحط بس الميه حبه بحبه كده صغيرين، علشان ايه؟ القوام يكون مظبوط. لازم يتضرب كده يعني شويه حلوين. ده الصوص بقى يا جماعه اللي احنا شلناه مع بعض، اللي هي كوبايه الا ربع. خدت منه بس كده ايه، معلقتين. اضربهم بقى كده كويس قوي. اللون طبعا اختلف حاجة بسيطة يعني، بس كده بيبقى احلى. شايفين بقى جميل ازاي؟ ما شاء الله. نحطه بقى كده في التلاجة. الكيكة بتاعتنا بقى كانت استوت ما شاء الله، طلع هشة وحلوة قوي يعني، هتشوفوها دلوقتي. طبعا الكيكة استوت وكمان بردت، يعني ما ينفعش نحط كريم شانتيه وهي سخنة، لا طبعا انا سبتها لما بردت خالص ودخلتها كمان التلاجة. تمام كده. نوزع بقى كريم شانتيه كده كويس قوي. كده وزعناها بقى كده بالشكل ده كويس قوي. احط بقى الصوص اللي شلناه مع بعض في التلاجة، احطه كده على الوش. ونوزعه بقى كده كويس قوي. ونقطع. طبعا هتقطعوه بقى، ممكن تقطعوه على مثلا 14 قطعة. عايزين تصغروا شوية زي ما انتوا عايزين يعني، عايزين قطع كبيرة صغيرة زي ما انتوا عايزين. دي حاجات بقى بنحطها على الوش كده. دي شوكولاتة يعني، شوكولاتة بيضة بنحطها على الوش.
بالشكل ده كده. اي مكسرات بقى انتوا عايزين تحطوها ممكن تحطوها. شيل بقى كده كده. شايفين الجمال بقى ما شاء الله. جربوا بقى الطريقة دي وان شاء الله تعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا اي فيديو انا بنزله. شايفين الكيكة بقى ما شاء الله هشة ازاي، والصوص اللي عليها وكريم شانتيه حاجة كده ايه من الاخر. جاتوه شاتوه فاخر من الاخر.